يا صباح الفل، ده يوم من أيام سنة أولى جواز، وفلوج النهارده بقى بتاريخ يوم 11/1، فتعالوا آخدكم معايا في يومي النهارده وأقول لكم عملت إيه. أول حاجة كده صحيت كان عندي غسيل بقى على المنشر فلميته، والجو النهارده بقى هوا جدًا، فلميت الغسيل وطبقته ورجعته مكانه تاني للدولاب، وابتديت بقى أجهز فطار كده بمزاج. كنت عايزة آكل بصراحة ساندوتش فلافل كده حلو، فقليت بقى الفلافل وحطيت جبنة كريمي، حطيت الفلافل وحطيت فيها طماطم وفلفل وحطيت جنبها زيتون، وحضرت بقى الفطار الحمد لله. وقعدنا نفطر بقى وقعدت أتفرج كده شوية على التلفزيون. بعد الفطار بقى قمت أشوف اللي ورايا، شِلت بقى الملايات وعطّرت كده المرتبة وسِبتها تتهوى شوية. بعد كده حطيت مرتبة التطرية وعطّرتها برضه، وغيّرت بقى ملايات السرير، والحمد لله وصلنا لفقرة رش المُعطِّر. بعد كده بقى دخلت قُلت أعمل كوبايتين قهوة كده، بصراحة كنت حاسة إن أنا مصدّعة شوية، فقُلت بقى أعمل كوبايتين قهوة كده ليّا أنا وزوجي العزيز. فعملت بقى كوبايتين قهوة بلبن كده في المكنة، ودايمًا بتسألوني عليها، هي ماركتها ميانتا وبتعمل قهوة بس. شغّلت بقى الغسالة على الغسيل اللي كان عايز يتغسل، والغسالة بتاعتي بقى لها كام يوم كده بتدّي إنذار بعد ما تملى مَيّة، بتدّي إنذار كده وبعدين بتدّيني رقم E1، فعايزة بقى أتصل بالشركة كده عشان تيجي تشوف مالها. ابتديت بقى أحضّر كده الأكل. النهارده بقى هاعمل قرنبيط، بس هاعمله بطريقة حلوة جدًا. أول حاجة هنحضّر الصوص مايونيز، مستردة وكاتشب، وهاحط عليه بقى بصل متقطّع شرايح صغيّرة، وخيار مخلل برضه متقطّع شرايح صغيّرة، وحطيت كمان معلقة من الجبنة الكريمي، وده كده الصوص جهز. هنركنه بقى على جنب لحد ما نجهّز القرنبيط. بعد بقى ما القرنبيط اتسلق خالص هرسته كويس أوي بهرّسة البطاطس، حطيت عليه بضاية وحطيت عليه بقى ملح وفلفل، وحطيت عليه شوية خضرة، معلقة من الدقيق أو معلقتين من الدقيق على حسب الكمية اللي هتستخدموها، وحطيت كمان حوالي معلقة كبيرة من البقسماط. عملته بقى بالشكل ده وحطيته في الفريزر طبعًا شوية يمسك نفسه علشان أقدر أقلّبه بعد كده في البقسماط. قلّبته في البقسماط بس لإن هو يعتبر فيه بيض، ما رضيتش أحطه في البيض تاني علشان ما يطراش. بتقلّبوه بس كده في البقسماط وبتحطوه برضه في التلاجة شوية. بعد كده بقى طلّعته من التلاجة على طول على زيت سخن كده، بياخد حوالي دقيقتين وبيكون جاهز معاكم. بعد كده بقى جهّزت الساندوتشات، حطيت كمان طماطم وشوية خس. وعايزة أقول لكم بقى إن مختلف تمامًا عن أي قرنبيط هتدوقوه، بجد كان طعمه خطير، لازم تجربوا الطريقة دي. بجد الطريقة دي كانت حلوة أوي، مش هتحسوا أصلًا إن أنتم بتاكلوا قرنبيط صريح كده، بجد كان طعمه حلو أوي. بعد الغدا بقى لبست ونزلت كده، كنت عايزة أشتري شوية حاجات، فرُحت جملة كده اشتريت شوية حاجات بقى، وكان عندي كمان المسحوق بتاع الغسيل كان خلص، فنزلت عملت له كده restock وطلعت بقى فضيت الحاجة. وكان في بقى مواعين في الحوض طبعًا غسلتها من مواعين الغدا. هنا بقى كنت باحاول أعمل لكم قلب بس بصراحة فشلت يعني، ضبّطت بقى الحوض كمان ونشفته، وكنت عايزة بقى أشرب كوباية شاي حلوة كده، فعملت بقى كوبايتين شاي ليّا أنا وزوجي العزيز. بعد كده أخدت كوباية الشاي وقعدت أتفرج على مسلسل رمضان كريم، وبس كده يكون يومنا خلص. استنوني في vlog جديد.